اغرب هدف انت قلت لي هدف ايهاب المصري للنادي المصري في مرمى انبي في الوقت يعني في الدقيقه 43 من احداث مباراه الامس. انت شايف بالفعل ان هو اغرب هدف في الدوري؟ هو طبعا يعني سوء تقدير من ابو جبل حارس انبي في الوقت القاتل بالنسبه للمباراه. يمكن الهدف جه في 88 تقريبا، ولكن ده ما يديناش حق ان احنا نغفل دور كابتن طه بصري من ساعه تواجده في الحقيقه في تدريب النادي المصري، وهو الحقيقه ما شاء الله عامل نتائج جميله جدا وايجابيه جدا. والدليل ان النادي المصري النهارده في المركز السادس، وبيبعد حوالي نقطه واحده بس عن مصر مقاصه وثلاث نقط عن انبي، يعني برضو داخل بقوه في المربع الذهبي. وده يمكن الحاجه اللي عايز يوصل ليها الكابتن طه بصري في نهايه الموسم، ان هو يختم بنتائج جيده توصله لمركز متقدم ان شاء الله في الفتره. كابتن خالد، ايهاب المصري انت ملاحظ لما دخل على الكوره في المره الثانيه كان خايف، يعني حتى يعني هو لو هو هيلعبها في وقت طبيعي مش هيلعبها بالطريقه دي. التوقيت صعب جدا، ان الكره تيجي بالشكل ده في التوقيت ده صعب جدا على كل الناس، على الحارس وعلى المدافعين وعلى المهاجم. ان خلاص خلي بالك انت ابو جبل طالع وسط الثلاثه من زمايله، يعني ما كانش في حتى واحد من النادي المصري. انا خطا ابو جبل 100%. طبعا يعني مفيش كلام. بص كره اول نقطه فيها في ثلاثه من فرقه انبي، وما فيش اصلا حد من النادي المصري كان مكمل. هو ما توقعش ان الكره تنط. لا هو انت مستعجل ليه؟ عبد الظاهر سأل كمل، يعني الراجل شوف طلعها، عمل يعني معاه محاوله، لكن عمل معاه محاوله بس ايهاب كان اسرع. ايهاب اتخدم فيها. هو من الطبيعي بيقول لك طالما في واحد من فرقتك الليبرو واقف ما ينفعش الجون تطلع. طب هل هي دخلت قبل ايهاب ما يكملها؟ ما فيش فرق ان هي دخلت في الاخر. هي دخلت عشان نحسب الجون للسيسي ولا نحسبه هي الكوره دخلت في بس الاخر، يعني عشان تتحسب باسم مين بس. الكوره دخلت الياسو هو اللي لعبها، والثلاث نقط راحت للمصري وخلاص. يعني بص حضرتك، يعني هي كده الكوره جوه الجون، جوه الجون يعني الهدف ده يتحسب لإلياسو. بس ايهاب المصري يعني ايه منع ان لو الحكم ما كانش واخد باله لا قدر الله لا قدر الله لو ما كانش واخد الكوره جوه. شوف حضرتك، يعني لو كانش الحكم واخد باله او حامل الرايه واخد باله كانت هتحصل مشكله كبيره. خلي بالك الكوره صعبه جدا، لان ظهر عبد الظاهر قافل على الحكم المساعد، واكيد ان الحكم المباراه بعيد جدا، لان مش متوقع ان كوره زي كده تعدي من وحامل الرايه مقفوله قدامه اكتر من واحد فعلا. لك حق. فالحمد لله يعني ايهاب المصري نشكرك يا ايهاب المصري انك انت هتسبب ان الدوري يكمل يعني بعد ما مؤكد الجول. لا طبعا التوقيت صعب جدا، ومش عايزين نقول ابو جبل يعني اخطا في الهدف، انما غلطه الشاطر طبعا مش نهايه المطاف يعني، عشان برضه ما انا عجبني الحقيقه تعليق عبد الظاهر السقا بعد المباراه. الحقيقه تعليق محترم جدا سمعته امبارح من نجم وكابتن كان في يوم من الايام نجم منتخب مصر ولعيب كبير بينصح طبعا ابو جبل رغم الغلطه الكبيره اللي عملها، ان هو دي مش نهايه المطاف وكل الناس بتخطئ، ولا ان ابو جبل ممكن مرشح يبقى خليفه عصام الحضري، وده شيء رائع يعني وبرافو عليه، وبيشد من ازر زميله بعد هذا الخطأ. يعني انا عجبني جدا الحقيقه.